هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة وعافية يا ربي. طبعا انا جيت اصور بالفيديو قبل لا اخلي المقادير ولقيت الفيديو ما جاي يسجل، بس شنو راح اذكر لكم مقادير كيك قطع بنات. اشتغلت لكم كيك مقادير قالب واحد 30 في 40. المقادير عندنا 8 بيض، 4 كوب طحين، كوب ناقص اصبع نشا، ملعقة كبيرة مليانة من المحسن، ظرف بيكنج باودر واحد، كوب ونص من الشكر، والمي نخلي كوب ونص كبداية، وبعدين نشوف قوام العجينة مالتنا تحتاج بعد نص كوب لو لا. وضفت له النكهات هماتين، يعني انتم حسب النكهة اللي تردونها. ضفت له تقريبا ملعقتين من الخل الابيض. والمقادير راح اكتبها لكم بصندوق الوصف، خاف يعني انا ناسيه شيء او غلطت بشيء. بنات مقادير الكيك انا كلش هواي منزلتكم، بس منزلتها لكم العفو، بس انتم كلش هواي تسالوني على المقادير يعني مال كيكه واحده. هسه انا سويت لكم مقادير كيكه واحده اللي هو قياس 30 في 40. شفتوا قوام العجين شلون؟ هنا ستوتها وثاني يوم اشتغلتها. ضروري تستوون الكيك قبل يوم، بالاخص الكيك الاسفنجي، وتعرفون ان الجو حار فلازم يبرد على مود نشتغله. بالنسبه للكريمه، الكريمه هم كلش هواي يسالون عليها. الكريمه بنات كوب مي كوب كريم، كوب ونص من الكريم كوب ونص من المي، نفس المقدار. وضروري الكريم بارد والمي بارد على مود نحصل على قوام يناسب هسه احنا فصل الصيف الحر اللي احنا بيه. يعني ضروري الاشياء اثنينهم تكونون بارده. واما بالنسبه الكيك همين المواد لازم كلها باردة على مود تنجح عندنا الكيكة. هاي من الأشياء ضرورية. هنا أنا شوفوا بنات القوام مالت العجينة مالتنا شلون سفنجي وتخبل، وبياضها يعني ما أسولف لكم، الكاميرا ظالمتها وكلها فقاعات. هنا تطلبوا الكيكة نحشيها. طبعا أنا قسمتها نصين، راح أحشيها هسه، والحشوة حسب انتم بكيفكم. لا تسألوني انتم بطلتوا شغل كيك، صراحة انا قل شغل للكيك، لانه انا تعرفون ان ورا ما عزلنا المحل، وبالصيف الطلب على الكيك يصير كلش قليل، يعني مو مثل الشتاء. بالنسبة للشتاء يجوز ما اعرف راح ارجع اشتغل مثل قبل او ما راح ارجع اشتغل، ما ادري. بس اكيد اذا اشتغلت كيك مثل قبل راح ارجع اصور لكم شلون كنا قبل، نسوي افكار جديدة، وراح اشارككم اي يعني فد شي جديد راح انزله. هنا انا حشيتها حشوة بيضة وخليت لها حشوة الكراميل. وهنا أنا رادوا الغلاف مالتها يكون جوزي، يعني خلينا كاكاو باودر ونكهة كاكاو وخلطتها. يعني هذا اللي ضفته. انتم بعد كيفكم تردون تضيفون كاكاو نوتيلا، تردون تضيفون لون جوزي عمود يصير طوخ كيفكم. هنا أنا طبعا منو مثلي بنات يكره سقل الكيك، صراحة أنا كلش أكره السقل مالت الكيك. أحب إنه الكيكة تجينا مسقولة وكاملة وأنا بس أزينها. إذا تلاحظون إنه أنا فيديوهاتي هواية زوجي هو اللي يسقل الكيك وأنا أجي بس للتزيين. ما أعرف يعني أكو مثلي هيك، اكتبولي بالتعليقات إذا أكو ناس يعني أو أكو أشخاص مثلي إنه يحبون فقط تزيين الكيك. أنا فقط تزيين الكيك أحبه، بس بالنسبة للصقل كلش مزعج، ولحد الآن بعدني أعاني منه إنه أتأخر بالكيكة كلش هواية لا تضبط عندي. بس بالنسبة لزوجي لا، مباشرة يضبطها، وصقله هواي أحسن من يمي كلش هواي. بس بالتزيين هو مو هالقد، أنا أفضل من يمي، يعني كل واحد عنده شي مميز بيه. سوينا لها هيجي شغلات بسيطة. وبالنسبة للتقطيع هواي تسألون على التقطيع بنات. القالب انتم تتحكمون بالقياسات مالت. انا هسه هذا القالب رادو 24 قطعة، فأنا لازم اقطعه حسب القياس اللي يردونه هم. هسه هنا عندي مسطرة وأقيس وأحسب إنه هي 30 في 40 عندكم القالب. انتم بهالدرجات يعني تنقصون أو تزيدون، بس هو القالب ما يطلع أكثر من 33 قطعة. يعني شو تصير القطعة ايش قدوتها. وهذا كان شكل الكيكة مالتنا. طبعا حشيتها قلت لكم حشوة كريم وياها حشوة، ونقطعها. وهسه شنو بنخليها بالكرتونة النوب راح نزينها. وبالنسبة للكرتونة بنات هواي يسألون على الكرتونة، موجودة عند أبو المطيبات، وأنا بالنسبة لي أتسوق من مطيبات توفي اللي هم بغداد جديدة. وهذا كان شكلها النهائي. ولهنا راح أقول لكم مع ألف سلامة، انتظرون إن شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديدة.